الفيديو ده مهم عشان فيه تحديثات لأهم المشاريع القوية والمجانية اللي دخلنا فيها، اللي هم إنك وسونيوم ويونيشين. بس قبل ما نعملهم عاوزين نتعلم شوية حاجات مهمة هتفيدنا في شغلنا ونقوي الأرباح ونتنور ونتعلم حاجات زيادة. المعلومة المهمة هي إنه أي محفظة رقمية بيبقى ليها كلمة وأحيانا 24 أو المفتاح الخاص، وإنه أي محفظة ممكن ناخد الكلمات بتوعها أو المفتاح الخاص بتاعها ونفتحها في محفظة تانية. كمان برضو إحنا بقينا عارفين إنه في إيردروبات بتستهدف المحافظ القوية، يعني لما إحنا نعتني بالمحفظة ونعمل عليها معاملات ونصرف رسوم من عليها، احنا كده بنكون بنقويها. فخد بالك دايما انه محافظك انت بتسميهم او بتوزع عليهم اسامي زي صحابك كده على حسب عناوينهم، مش على حسب الماركة. يعني مش تقول دي محفظة ميتا ماسك ودي اوكي اكس ودي بيتكس، لا مش كده، انما بتقول على حسب عناوينهم. مثلا دي محفظة 0x25، دي محفظة مثلا 0x سي إلى آخره. المهم تسميها على حسب العنوان، عشان احنا في كذا شغل اشتغلناهم كنا فتحنا محفظة ميتا ماسك، فتحناها في اوكي اكس وفتحناها في بيتكت وهكذا، عشان لما يتلكك معانا تطبيق منهم او محفظة منهم بنفتحها عادي محفظة غيرها وربما أرخص في الرسوم وكده، بس بنفس العنوان. يعني كده أنت بتقوي نفس المحفظة وبتتحكم فيها بطرق مختلفة. واتفقنا برضو إنه لما بيبقى في مواقع تتطلب ربط المحفظة بننسخ الرابط وبنفتحه جوه المتصفح بتاع المحفظة عشان نتجنب مشاكل تقنية كتير. الجديد بقى واللي هي الاستراتيجية اللي هتقوي الأرباح عندنا وتقوي المحفظة كمان، هي مرتبطة بآخر فيديو كان نزل وكنا شفنا أو ثبتنا فيه شوية إضافات بتكسبنا من غير ما نعمل احنا اي حاجة، مجرد انه احنا بنتصفح الانترنت بنكون بنكسب فعلا. المطلوب دلوقتي احنا هنكمل في المشاريع بتاعنا وهنعمل التحديثات بنفس المحافظ لكن على المتصفح اللي عملنا فيه البرامج دول اللي بيجمعوا لنا عملات من تصفح الانترنت. بمعنى انت شوف المشاريع اللي كنا اشتغلنا عليهم اللي هم يونيشين وإنك وسونيوم، كان عنوان المحفظة ايه؟ العنوان ده بالظبط. هات الكلمات بتاعته او المفتاح الخاص وحمل ميتا ماسك مثلا في المتصفح اللي عملنا فيه البرامج دي. ميتا ماسك كتطبيق على الموبايل تعتبر سيئة جدا، بس كاكستنشن او اضافة تعتبر ممتازة. فحمل عندك ميتا ماسك، هي هتبقى حلوة وسريعة وشغالة بكفاءة. لما تحملها اول حساب لازم 12 كلمة، اما اعمل حساب جديد مثلا، يعني خليها محفظة جديدة، هاتي 12 كلمة من محفظتك. لو عاوز تعمل مفتاح خاص لازم يبقى هو الحساب الثاني أو الثالث فما فوق، أما أول حساب لازم يبقى بالكلمات ال 12. لما يظهر معاك الحساب تبقى المحفظة جاهزة عندك بنفس العنوان اللي كنا اشتغلنا بيه على المشاريع السابقة. دلوقتي هتبقى جاهز عشان نعمل التحديثات مع بعض على نفس المحفظة إن شاء الله، وهنكون بنكسب برضو في نفس الوقت عشان شغالين على نفس المتصفح. تمام؟ يعني الروابط اللي هنزلهم بتاع التحديثات هنعمل لهم نسخ وهنفتحهم في المتصفح وهنربط عادي ونكمل شغلنا عادي. دي معلومة مهمة هتفيدنا دلوقتي، بس برضو هي مفيدة عموما حتى في المستقبل إن شاء الله. شكرا على استماعكم.